بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعود إلى صور من حياة الصحابة، واليوم نأتي إلى الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. كان رضي الله عنه البراء أشعث أغبر، أي متلبد الشعر، أغبر الجسم، ضئيل الجسم، معروق العظم، أي الجسد قليل اللحم، تقتحمه عين رائيه ثم تزور عنه إزورارا، أي تميل عنه وتنحرف. لكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لكم أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لكم قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبئكم وتخبركم عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعة الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا، كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المحارفين على الجادة، أي على الصراط المستقيم، والذي هو الإسلام بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. قد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة، وهي قبيلة ربيعة قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزم المسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين. وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد. فسطاط هي الخيمة الكبيرة، واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم الشديد، وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد بن الوليد إلى جيشه، فأعاد تنظيمه، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحدة أو راية واحد منهم، ليعرف بلاء كل فريق في المعركة، وليعلم من أين يؤتى المسلمون ومن أين يصابون. وجرت بين الفريقين رحى معركة ضروس
لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات، ولم يأبهوا ولم يهتموا ولم يلتفتوا لكثرة ما أصابهم من القتل. وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض وينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.